قلبي يدق مرة حتى أحسه بيطلع من مكانه، ما أدري هي روعة ولا فيني شيء. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. كلمتك قبل كذا يا شيخ وقلت لي على شيء أسويه، سويته يا شيخ من ثاني يوم، الدعاء والرقية اللي قلت لي والدعاء. والله يا شيخ وأنا قاعدة يعني معقول الإنسان ممكن يشوف رؤية وهو صاحي؟ والله يا شيخ الدعاء اللي هو اللهم من أساء لي من أساء لنا وكاد لنا كيدا، اللهم يا حي يا قيوم اكشف ستره لنا وبينه لنا ورد كيده في نحره، اللهم يا حي يا قيوم واشغله في نفسه وأنزل عليه جميع الأمراض. وتحسبت وأنا قاعدة أقرأ الرقية يا شيخ، قاريتها عقب صلاة الظهر وأنا قاعدة أدعي بين الأذان والإقامة إن الله يكشف لي يا شيخ. وأنا جالسة وأنا صاحية وقاعدة أقرأ الأذكار كأني نمت وأنا ما نمت، أنا صاحية، بس أنا شفت المرة الحرمة ذي قاعدة عند رجولي وأنا واقفة لابسة أسود وواقفة عندها، هي قاعدة عند رجولي تقول لي أقسم بالله يا فلانة، وتناظرني بعيونها. بعد شوي إلا كأني أقول صوت جواي يقول كذابة حقيرة، استغفر الله العظيم. والله العظيم يا شيخ يعني هذه كشفها ربي لي ولا وش اللي حصل معاي؟ يعني أبغى أفهم. هذا واحد. أتكلم ولا تتكلم؟ لا تكلمي لأنه خلاص اللي أنت قلتيه هذا الله العالم واقع، والله العالم. أنا وعيالي يا شيخ، أنا في البيت خلاص، البيت ما شاء الله من بعد العصر كأنه ما شاء الله تبارك الرحمن. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صار كأنه خلية نحل ما شاء الله، كله ذكر ورقية ما شاء الله تبارك يا ربي لك الحمد. هذا من فضل الله. بالله كم تسوى يا مسلمة؟ كم تسوى هذه علينا كلنا؟ هذا الكنز يا شيخ، هذا رأس المال، هذا الشيء اللي بنواجه الله فيه ونعيش فيه بسعادة. والله لا هي بالفلوس ولا هي بالبيوت ولا أي شيء. كلها هذه بتروح، كلها بتروح، حتى الصحة بتروح، حتى الشباب يروح، ما يبقى شيء أبدا إلا اللي إحنا قاعد نسويها الحين. ولولا الله ثم أنت، الله يوفقك ويسعدك ويجزاك خير. الله يا رب يجزاك عن المسلمين في كل مكان كل خير يا رب، وينور لك في الدنيا والآخرة. ما قصرت، الله يسعد قلبك. والله ما شاء الله يا شيخ، بس كله رقية. بس فيه عندي ولد تعب مرة وصارت أسنانه أول شيء بدأ الفك السفلي، بعدين السنة اللي فوق كلها توجعه مع الرقية وتنزف يا شيخ. من يوم يبدأ الرقية تضرب ضرب كنا حد يضربه. جيبي زيت زيتون اقرأي عليه سورة الفاتحة وآيات السكينة، سورة الفاتحة وآيات السكينة، اكتبي في جوجل آيات السكينة تظهر لك من ضمنها وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وانفذي بزيت زيتون وخليه يمضمض فيه باستمرار، يمضمض مضمضة بدون شرب، يحط في فمه زيت زيتون ويخلله داخل. كم عمر الولد؟ طيب يا شيخ بقول لك حلم قد شفته من زمان مرة، بس جاء على بالي يوم انك فسرت الحرمة وقلت ان الأسد حسد قوي في المنام. نعم. حلمت ان كان طليقي ماسك بناتي 2 وكانوا 6 سنين و7 سنين ذاك الوقت يعني، ويمشي فيهم فوق كذا طريق عالي وقدامهم باص مدرسة. بعد شوي إلا يمشي جنبهم أسد يا شيخ، لكنه يمشي على رجليه زي الآدمي ويمشي جنبهم وهو مرة مكشر. بجنب من؟ هو ماسك البنات وجنب بنتي الصغيرة. طيب. على وساهم يمشي. طيب. في استفسار يا شيخ قوي مرة يعني، بس نبي نعرف منك إذا سمحت. أنت انتهيتي من المنام؟ أي المنام قصير مرة زي كذا. هذا الأسد في المنام ويمشي بجنبهم لكنه ما آذاهم، هذا يدل على رجل قوي قاعد يساندهم أو دعوة مستجابة أو يأمر الأمور. لكن لو كان يؤذي الأسد بالمنام هذا يدل على حسد. أما إذا ما آذى الأسد بالمنام كان يمشي بالقرب أو مع أو بالخلف أو بالأمام، هذا يدل على مساندة من شخص قوي فقط. نعم. نسأل الله أنه هو اللي ساندنا. لكن هل يا شيخ اللي قلت لك أول المكالمة يدل على أن أنا فيني شيء، يعني أنا خايفة فيني شيء موروث أنقله لعيالي؟ لا ما في إلا العافية. استعيني بالله سبحانه وتعالى وعليك بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار وكلمة التوحيد، ولا فيكم إلا العافية. حتى لو كان في موروث ينقطع دابره، ما في شيء ما ينقطع أبدا. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إذا يبطل أيا كان، ما في شيء اسمه ما يبطل. تستمرين بالدعاء. الآية هذه لو حبيت تقرأينها اقرأيها، حبيت تقرأين الآية اللي في سورة البروج 10 أو أي شيء في كتاب الله، تنقلي في هذه البركة. هذا الكتاب كله بركة، تنقلي وين ما تبين فيه. الآية اللي تستوقفكم تستشعرون فيها براحتكم كرروها وانفذوا على أنفسكم وقرأوها بكثرة. هذا كتاب الله، احنا ما نجيب شيء من برا. حتى الأعشاب والأشياء هذه كلها أنا ما أوصي فيها أصلا، لأني أنا أعرف تمام المعرفة إنه سورة الفاتحة على كاس موية تكفي للشفاء بإذن الله. نعم استاذ. يا شيخ أنا حلمت حلم قبل شهر. حلمت أنا عندي بنت معاقة عمرها 14 سنة. حلمت إني أنا قاعدة أطع عنها، هي مو لابسة ملابس بس ما حرم الله منها عليها قماش. حلمت إني أطع عنها من يدها وبطنها إلى رجولها، وكانت صاحبتي جنبي قالت لي خلاص الحين ارتاحت وديها الغرفة تنام. طبعا بنتي وأنا أطع عنها ما في دم، يعني كأني أطع عن قماش ما في دم، وكانت تناظرني ما تتألم ولا شيء، يعني ما كأني أطع عنها، بس هو أنا قاعدة ماسكة سكين وأطع عنها. خلصتي؟ إيه خلصت يا شيخ. هي معاقة من ولادتها؟ لا يا شيخ، هي يوم عمرها 3 سنوات طاحت على راسها في الملعب الصابوني فجأة. أنت اللي وديتيها المستشفى؟ لا أنت اللي وديتيها الملاهي؟ لا كنا في استراحة مجتمعين، طاحت على راسها. كم كان عمرها؟ 3 سنوات، 2 و9 شهور، يعني 3 سنوات. طيب لو قلت الله يسامحك أنت كنت مهملة أنا ذاك، وربما في الأيام اللي راحت هذه ربما أهملت البنت شوي. هذا شيء. الشيء الثاني أنه تطعين البنت ربما والله أعلى وأعلم. متى شفتي هذا المنام؟ قبل شهر. البنت كانت جميلة قبل لا تطيح بالمشكلة هذه؟ إيه كانت جميلة مرة، وكانت تتكلم وتسولف كثير. الحين طبعا هي تأخر عقلي تام، ما تتكلم ما تتحرك، مقعدة. المنام فيه، شوفي المنام فيه أكثر من شق، لكن بناخذ شق واحد منه، بناخذ جزء واحد فقط. أسأل الله أن يعينكم وتتعايشون مع هذا الأمر اللي حصل للبنت، تحاولون ترقونها وتحاولون تستعينون بالله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالأذكار، فلربما يحيي الله العظام وهي رميم، ما تدرين، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء. أما الرؤيا فتشير إلى أنه كان في إهمال في البنت، أهملت البنت فترة من الزمن، ثم الآن في هذا الوقت الحاضر الله أعلى وأعلم. أنا ما أقول أنه أنت مليتي أو زهقتي أو طفشتي منها، فما في أحد يطفش من عياله أو يمل منهم، ولكن بديتي تتثاقلين بعض الشغلات اللي تخص البنت. الله يعطيك العافية يا شيخ، شكرا لك. الله يعافيك، مع السلامة، حياك الله.